السلام عليك دكتور عبد الله بن ساحور رئيس مجلس نادي الشعب. اليوم طبعا مناسبة بطولة عدنان الطلياني، بغينا تقول كلمة بهاي المناسبة، مناسبة البطولة هاي في حفل الافتتاح وكذلك في البطولة كشكل عام يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. بدء مبارك لكم بشهر كريم لكل الشعباوية، لكل المنتمين للكوماندوز، أمهات وآباء ولاعبين قدماء، ولا ننسى يعني أسر بعض اللاعبين الذين تركوا هذه الحياة، وعلى رأسهم حارسنا القدير، ولجميع اللاعبين السابقين وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء مجالس الإدارة، ولرئاسة النادي رئيس النادي اسمه الشيخ عبد الله بن سالم قاسمي، وإلى كل من ينتمي إلى هذه القلعة الشعبوية. أما بشأن البطولة فأتصور هذه تترجم لأن نادي الشعب أولا معين لا ينضب بالنجوم، تترجم أيضا أن نادي الشعب ليس نادي رياضي فقط، بينما هو نادي ثقافي واجتماعي يجسد القيم الاجتماعية في المجتمع، يعترف بالإنجاز، يعترف بالجميل. وما تخليدنا لهذه المناسبة إلا تخليد للأداء الرائع، للأداء المبدع، لأن العقل والقلب لا ينسى الأداء المتميز، لا ينسى الخلق، لا ينسى الممارسات الرائعة. عدنان أسطورة كروية حقيقة يجب أن احنا نفتخر بها ونعتبرها قدوة. أيضا نذكر الأجيال الموجودة بعدنان حتى أن يقلدونه وحتى أن يستفيدون من بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام مستمعينا أينما كنتم هنا في نادي الشعب، بحيث البطولة السابعة عدنان الطلياني، وكنت أتمنى أن نكون لاعب حتى نرافق هذا النجم الرائع عدنان الطلياني. فهنيئا لنا بأن ينتمي عدنان الطلياني لنادي الشعب، وهنيئا لنا بأن احنا نترأس إدارة النادي وعدنا ننتمي إليه وعملت معه هذا الإنسان الرائع حقيقة، سواء كان لاعب أو إداري أو صديق. هنيئا لنا بعدنان وبهذا التنظيم الرائع. حقيقة اليوم كسبنا فرق عمل تنظم على أروع المستويات. البطولة تتطور من عام إلى عام، تترجم اعترافنا وتقديرنا للشركاء، تقديرنا للإعلاميين. اليوم أحد أهم شركاء المؤسسات الرياضية وأحد أهم شركاء نادي الشعب اليوم يتواجدون بيننا مع أسرهم، يعني يشاركوا في مباراة ذكرى عدنان الطلياني. فالحمد لله الأمور كلها تبشر بالخير، وتترجم بأن الشعب معين لا ينضب، وأنه قادر على تحقيق الإنجازات إنجازا تلو إنجاز. شكرا دكتور. يا سلام.